ابتدى كلامه معايا وبيقول: منافقة وبتوقع الدنيا في بعضها، وبتغير أفكار الناس بالزور، وبتحكي على اللي تعرفهم بالكذب، وتطلع فيهم عقدها، غلوية ومهملة. أنا جوزها وتعبت من الضغط النفسي اللي هي معيشاني فيه، وكرهت عشرتها. ماشي اشتكي منها لكل واحد أعرفه، يمكن يعرف يغير في شخصيتها المؤذية. حاجة مريضة وبتحب تبان مثالية قدام الناس، بس هي ولا ليها علاقة بالمثالية. دي صورة بتخدع الناس بيها، لكن حقيقتها غير. جبت اخري وفاض بيا من القرف اللي انا شايفه معاها، وهتجوز عليها. وبسأل: انا لو اتجوزت يبقى حرام عليا ابقى ظلمتها، ولا انا اللي مظلوم معاها؟ انا خلاص تعبت من الشخصية المنفصلة اللي جواها، ومش مرتاح وساكت ومتحمل عشان خاطر ولادي اللي هي ظلماهم بعصبيتها المستمرة، خلتهم انطوائيين. انا عمري ما دخلت البيت وسمعت فيه صوت ضحك، عمري ما شفتها قاعدة مع أولادها ولماهم حوالين منها وبتعلمهم حاجة بهدوء. أحيانا بحس إنها مش أمهم من كتر الغباء اللي بقى بينها وبين الولاد. أنا محتار وحس إني كبرت قبل الأوان من كتر القرف والصراع اللي أنا شايفه معاها. ومهما عملت عشانها ولا أكني عملت حاجة. ببقى عاوز أسعدها، أجيب لها حاجة نفسها فيها، أعمل لها حاجة هي عاوزاها، أقول يعني يمكن تتغير، ولا بيحصل أي تغيير. أنا مش عايش، أنا عايش مدفون بالحياة. فكرت أمشي وأسيب الدنيا كلها، بس خفت على عيالي منها، إنها نفسيتها غير سوية. بس آخر قرار أخدته إني أتجوز وأدور على السعادة اللي أنا من يوم ما اتجوزتها وأنا محروم منها. بقيت لما بشوف واحد من صحابي سعيد في حياته مع مراته وكويس معاها وهي كويسة معاه، بقيت بتعب ونفسيتي بتتعب. ولما سألته يعني انت عندك امكانيات للجواز، قال لي: الحمد لله انا راجل مقتدر، عندي مصنع وشغال والحمد لله. بس هي من كتر المشاكل خلتني مش فايق لشغلي ولا فايق لحياتي ولا عارف اشوف مصالحي. دايما بفكر فيها وبفكر في افعالها وبفكر في اساليبها وبفكر في حياتي معاها. انا عايزه اعيش مرتاح، عايزه اعيش مبسوط، عايزه اعيش سعيد زي كل صحابي اللي بشوفهم معهم ستات مريحاهم وعايشين حياه سعيده ومبسوطين. ربنا يا رب يكمل لهم على خير. انا مش ببص لهم ولا انا بحسدهم، بس انا عايش مقهور، عايش مع ست مش عارفة يعني ايه راجل، مش عارفة يعني ايه مشاعر. خلاص خلتني ماشي اكلم نفسي. حتى شغلي ما بقتش مهتم ومعتني بيه، ما بقتش عارف ابص لمصالحي ولا ابص لحياتي. دايما متعكنن ودايما قرفان ودايما زهقان. بجد القصة فيها كلام كتير جدا وحاجات كتير يمكن انا مرضتش احطها ولا احكيها عشان الخصوصية، مع انه هو حرام. قال لي: انا نفسي تحكي قصتي والناس كلها تسمعها، نفسي الناس تعيش المعاناة اللي انا عايشها مع زوجة انانية ما بتفكرش غير في نفسها، ما بتفكرش غير في اللي هي عايزاه، كسلانة على طول، تعبانة على طول. قال كلام كتير جدا جدا جدا، وانا حبيت اطرح المشكلة بتاعته للناس، والناس بجد تشاركنا الرأي وتقول لنا هل هو يتجوز ولا هو يصلح منها ازاي. ومن كلامي معاه برضو جرجرته ان انت تحاول تصلح منها وحاول تعدل نفسيتها. قال لي: استخدمت كل الوسائل ما بتتغيرش، وحتى العلاقة الزوجية ما بقاش فيه اصلا علاقة، وحتى لو في علاقة اكني نايم مع صنم او انسان مفهوش روح، حاجة كده ميتة، لا مشاعر ولا احساس ولا محبة ولا دفى ولا اي حاجة من ديت. انا خلاص تعبت. يمكن اكتر حاجة اتكلم فيها كانت تعبة نفسيته، ان هي لما بتنافق على حد كويس وبتحاول تطلعه ان هو انسان وحش او مش كويس او في عيوب، ان انا ببقى عارف اللي هي بتتكلم عنه قد ايه حد كويس وحد محترم، وبضطر ان انا اسكت وبضطر ان انا انافق معاها انا كمان. يمكن كمان دي اكتر حاجة مخلياني خلاص مش قادرة اتحملها ومش قادرة اتحمل اسلوبها ومش قادرة اتحمل طباعها. انا عايز حل من الناس، عايز حل لكل اللي هيسمع القصة بتاعتي ويقول لي اعمل ايه. انا مستني اسمع رأي الناس ورأي كل واحد هيقول لي اتجوز اعمل معاها ايه. وحطوا نفسكم مكاني وقولولي وما تسيبونيش محتار.
هي دي كانت قصتنا النهارده، واقعية جدًا ومن قلب الحدث، وبجد بجد في حاجات كتير جدًا كانت مبعوتة لي في الصفحة وأنا ما كنتش شايفاها، بجد هارجع أتكلم فيها مع كل الناس، وهاطرح قصص كتير الأيام الجاية، أتمنى من كل الناس تشاركنا الرأي، ولو أنتم أول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة أنا بانزلها، وتدوسوا الكل وتشجعونا عشان نستمر. وإلى اللقاء في قصة وحكاية جديدة مع هبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.